النهارده يوم 1 ديسمبر وباقي 29 يوم على السنه الجديده. مش هقول 30 يوم عشان احنا يوم 31 بنحب ان احنا نهيص ونسهر بره ونستمتع مع كل اصحابنا وحبايبنا. ايه رايكم نبدا سنه جديده من اخر سنه القديمه مش من اول سنه جديده؟ ويلا بينا نشوف الشهر ده ممكن نعمل فيه ايه. الشهر ده ممكن نحقق فيه المعجزات اللي ما حققناهاش خلال 11 شهر من 2022. يلا بينا دلوقتي يا جماعه، اول حاجه عايزين نبدا سنه جديده بكل تفاؤل وبكل امل وبكل حاجه حلوه ممكن نبدا بيها سنه جديده. وعشان ده يحصل مش سهل، لان في ناس كتير قوي ضيعت سنه 2022 وما حققتش فيها التارجت اللي كانت حاطه لنفسها ان هي تخلصه. ومع بدايه سنه 2023 تقعد على كافيه تكتب كل حاجه ما حققتهاش السنه اللي فاتت. وعشان نتغاضى الاحساس الوحش ده، تعالوا نبدا السنه بنفسيه احسن ونبداها من الشهر ده مش من اول السنه. احنا كل واحد عايز يعمل حاجه معينه، نفسه يتعلم مثلا مونتاج، في ناس نفسها تتعلم لغه جديده، في ناس مثلا نفسها تتعلم الرسم. كل واحد حسب خطته. في واحد مثلا التارجت ده ان هو يسيب الشغل السنه دي علشان يبدا سنه جديده في شغل احسن وفي شغل هو مرتاح فيه نفسيا. عشان نعمل كل الخطوات دي يا جماعه نبدا الشهر ده باقي بالظبط 29 يوم والسنه تخلص. 29 يوم لو بدات فيه من دلوقتي، لو انت شايف الفيديو بالليل ابدا بالنوم بدري، ما تقولش خلاص اليوم ضاع. حلوه فكره اغنيه حلوه. لو اتقطعت ايدك الاتنين لسه باقي عندك صباع. طيب دلوقتي يا جماعه، طبعا ده حاجه هبل جدا بس كلها امل وتفاؤل. انا لابسه ده علشان احتفل معاكم بسنه جديده، احتفل معاكم بالخطه الجديده اللي احنا هنعملها دلوقتي الشهر ده. من اول اللحظه دي اول حاجه هنعملها، يعني كل واحد حسب خطته. في ناس مثلا عايز تتعلم حاجه معينه، في ناس عايز تبدا في حاجه معينه. انا من رايي ان كل واحد عايز يتعلم حاجه معينه يبدا يتعلمها حسب امكانياته الموجوده دلوقتي حالا. ما يفكرش ان والله انا هتعلم اللغه الصينيه لما اسافر الصين. لا، انت مش هتسافر يا ابني، انت مش هتتحرك من مصر. يبقى اهم حاجه نبدا فيها الخطوات والامكانيات اللي عندك دلوقتي، ابدا اشتغل عليها. انا دلوقتي مثلا عايزه اتعلم اللغه الفرنسيه مثلا، فانا هعمل ايه؟ والله بامكانك تنزل المكتبه اللي تحتيكوا وتجيب الكتاب. عارف الكتيب اللي هو ب 15 جنيه بجد، اللي هو في مثلا لو انت رايح الفندق، لو انت رايح المطعم، الحاجات اللي هي بدائيه قوي ممكن تبدا بالكتيب ده. والله عندك اليوتيوب، ممكن تبدا مثلا شانالات مثلا بتتكلم عن الفرنش، وتبدا كل يوم مثلا تخصص من وقتك نص ساعه او ساعه لتعلم هذه اللغه. انت مثلا حابب عايز تتعلم سواقه، ممكن مثلا لو انت عندك الامكانيه تخلي حد يساعدك، سواء صاحب قريب صديق، ممكن مثلا اي حد ممكن عنده عربيه يقدر ان هو يساعدك تتخذ هذه الخطوه، يساعدك ان انت تبدا حتى تعرف فين المفتاح وبيتركب فين. ممكن ده يفرق معاك على المدى البعيد. كل واحد يا جماعه يبدا حسب الامكانيه اللي عنده. ما تقولش لا وما تكسلش وما تقولش هبدا من السنه الجديده. انت مش هتبدا من السنه الجديده، انت هتبدا من الشهر ده ومعايا وهتعملوا التحدي ده معايا. كل واحد هيبدا من السنه دي. 2022 لسه ما انتهتش، مفيش حاجه اسمها اللي ذاكر. 2022 لسه ما انتهتش. الكلام ده في الدراسه. الشهر ده يا جماعه ممكن يفرق معاكم كتير قوي، وهتقولوا لي ان انا قلت. عايزين نبدا بخطوات بسيطه جدا. كل واحد حابب يتعلم حاجه معينه ممكن يبدا بحاجه صغيره جدا حسب اللي عنده وحسب امكانياته وحسب ظروفه الماديه. مفيش مشكله ان انت مثلا عايز تتعلم لغه، لو انت عندك امكانيه ماديه تتصل دلوقتي بالمعهد تقول لهم يا جماعه انا عايز احجز واعمل تحديد مستوى، او ابدا من الصفر، ابدا من ليفل 1. مجرد ان انت تبدا تخلي ناس. انا مش بشجع الكورسات، كل حاجه فعلا موجوده على النت، بس في ناس مثلا بتحب ان حد يشجعها، خاصه في موضوع اللغات عشان انا مهتمه بموضوع اللغات ده. فاللغات محتاجه ممارسه شويه. لو انت قعدت تقرا في كتاب هيبقى حاجه كويسه، بس مش احسن من ان انت تتكلم مع حد وتاخد وتدي معاه نفس اللغه. طيب دلوقتي احنا ايه اللي بايدينا نعمله دلوقتي؟ تعالوا نفكر. ال11 شهر اللي فاتوا في ناس انجزت الحمد لله، وفي ناس ما انجزتش، وفي ناس حاسه ايه ده سنه 2022 خلصت من غير ما اعمل اي حاجه. عايز تبدا قراءه، ابدا قراءه. هات كتاب كويس، شوف عندك كتب قديمه انت ما قريتهاش، ابدا من النهارده اقرا نص صفحه بس يوميا. نبدا ان احنا نكون عادات معينه. عاده النوم بدري، مش هقول لك اصحى الساعه 5 الصبح. الصراحه في ناس بتقول لك نادي ال5 مساء، وده شيء كويس جدا، بس بالنسبه لحد مش ملتزم اصلا يعني مش الاحسن ان انت تقول له اصحى 5 الصبح، لانه هيبقى صعب عليه شويه. فممكن مثلا تعمل هدف معين ان انت في خلال الشهر ده انا هصحى قبل الساعه 10 ان شاء الله، حتى 9:30. ابدا ان انا اصحى بدري واحده واحده. هتلاقي ان بعد كده الساعه 5 الصبح وتصلي الفجر، وهيبقى احسن لك بكتير من وقت متاخر، وهتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك. دي اول حاجه، الصحيان بدري. حاجات معينه كومن كده بين الناس،
بتخلي الحياه احسن، زي صحيان بدري، زي الرياضه، زي اكل صحي من غير ما تاكل حلويات كتير، توقف المشروبات الغازيه. في حاجات معينه كده مشتركه بين البشر ممكن ان هي تحسن حياتنا بشكل او باخر. طيب يبقى اول حاجه هنصحى بدري قبل الساعه 10، مش هقول لك الساعه 5، هقول لك الساعه 10. ده اول حاجه، وابدا من النهارده. طيب تاني حاجه ممكن تعملها ايه؟ تاني حاجه، انا بكره الصبح هعمل لمده 10 دقايق رياضه، يعني هعمل كده وكده 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 بس. تالت حاجة ممكن نعملها ان احنا نبدأ ان احنا نفطر، بدل ما ناكل 5 ترغيفة او 4 ترغيفة او 3 ترغيفة، ناكل رغيف واحد بس عيش. طبعا جماعة طبعا بتاع التغذية هيقولوا لي رغيف ومش عارفة ايه، لا، احنا عايزين نبدأ بأبسط الحاجات علشان نكون عادات خلال الشهر ده، علشان نبدأ السنة الجديدة. انا بدأت في كذا، انا بدأت في كذا. سنة 2022 ما ضاعتش على الفاضي وما اترمتش في الارض. حتى لو ضيعت ال 11 شهر، انت بايدك الشهر ده تحسن نفسيتك عشان تبدأ السنة الجديدة بنفسية احسن. يلا بينا نخطط الحاجات اللي احنا بجد عايزين نعملها ونفسنا بجد نحققها خلال السنة دي. وما تنسوش ان اهم حاجة في التخطيط التنفيذ، عشان في ناس بتخطط وبتعمل حاجات كتير قوي، وانا من ضمنهم برضو الصراحه، عشان برضو الواحد برضو بيحصل له ظروف فمش بيقدر ينفذ كل الخطط اللي هو كاتبها. يلا بينا نبدا نكتب كل الخطط اللي احنا عايزين نعملها. كل يوم اقعد نص ساعه بس، كل يوم هتقعد وقت قصير جدا في حاجه هتقدر ان انت تستمر فيها كويس جدا. هتلاقي كل يوم انت تتعلم حاجه فانت هتبقى احسن فيها مؤكد 100%. انا مثلا عايز كل يوم احرك جسمي وابقى شخص رياضي شويه، مش هقول رياضي قوي، مش هقول خلال الشهر ده هروح الجيم وهربي عضلات وانا كبنت مثلا بطني دي مش تبقى موجوده ومش عارفه ايه. لا، واحده واحده. انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه ان انا عندنا مثلا مشايه في البيت، ما عندناش حاجه في البيت، ممكن ان احنا نعمل ستريتشات مثلا كل يوم لمده 10 دقائق. برضو يا جماعه ما تزودوش عن ال10 دقائق علشان نقدر نواظب على الحاجه ونستمر، خاصه لو انت مش من النوع اللي بتعرف تستمر على حاجه. ثالث حاجه مثلا لو انت حابب تتعلم لغه معينه او حابب تتعلم اي حاجه، كل واحد طبعا ليه الحاجات اللي هو عايز يتعلمها وعايز يحققها وما عملهاش. لو عايز تتعلم لغه، عايز تعمل اي حاجه، كل يوم لمده نص ساعه اقعد وكرس من وقتك 10 دقايق. انت كده كده خلاص بقى اتفقنا ان احنا نصحى قبل الساعه 10، فما عندك مثلا من 9 ل 10 اقعد شوف الموضوع مثلا اللي انت عايز تبدا فيه وعايز تحسن نفسك فيه. والله لو لغه انجليزيه، لو اي حاجه في الدنيا تقدر ان انت تبدا فيها بكل سهوله ويسر. لو انت بدات بجد من اليوم ده، من الشهر ده، ما تستناش سنه جديده وتبدا، عشان هتحس باحباط رهيب ان نفس خطتك القديمه بتاعت السنه اللي فاتت هتكتبها في خطه جديده اللي هي 2023 وهتخش السنه باحباط. لكن لو دخلت السنه وانت نفسيتك كويسه وانت بتعمل رياضه كل يوم على قد ما تقدر، وانت بدأت في الحاجة اللي فعلا بتحبها ونفسك تتعلمها، وانت بدأت في اجراءات ان انت تغير الشغل الجديد اللي انت عايز تشتغل، لو انت كذا كذا كذا، هتلاقي ان سنة جديدة بدأت وانت جواك حاجات وجواك طاقة بجد تستقبل السنة الجديدة. ما تقعدش تضيع الشهر ده وفي الاخر تقول انا هبدأ من السنة الجديدة، علشان بجد هتبقى لحظات محبطة جدا بالنسبة لك. اي حاجة في الدنيا يا جماعة تقدروا تحققوها، اول حاجة بالاستعانة بالله طبعا. ابدأ صلي الوقت في وقته. والله يا جماعة انا كنت بكتب موضوع من شويه كده، الاذان اذن، فالاذان اذن عليا وانا بكتب الموضوع، وبعدين ايه كنت عماله افكر، يعني ما فيش في دماغي افكار قوي، قلت الصلاه هي الاهم. قلت عشان ربنا يبارك لي في اللي انا بعمله، طبعا المفروض ان انا اصلي من غير حاجه، فضلت ان انا اسيب القلم واقوم اصلي. والله يا جماعه جيت بعد ما صليت وقعدت اكتب الحاجه اللي انا كنت بكتبها، يعني جالي افكار من كل انحاء الدنيا. فكره ان الصلاه في وقتها دي من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها خلال السنه دي. لو انت مش بتصلي الصلاة في وقتها، فدي احسن حاجة ممكن تبدأ بيها الشهر ده تعمله من النهاردة، من اللحظة دي. اهم حاجة في الدنيا يا جماعة الاستمرارية، ان انت بجد تبدأ تستمر، تخصص من يومك نص ساعة للحاجة اللي انت بجد عايز تعملها. مفيش حاجة في الدنيا مستحيل عليك، زي ما صديقك واصل للحاجة اللي انت بتحلم بيها، انت كمان تقدر توصل للحاجة اللي انت بتحلم بيها. مفيش حاجة في الدنيا مستحيلة، مفيش حاجة في الدنيا تقول لا هي صعبة عليا، هي صعبة عليك علشان انت ما عندكش القدرة ان انت تيجي على نفسك شوية علشان احقق الحاجة اللي انا بجد بحلم بيها. وده الفرق ما بيننا وبين بعض، عشان كده بيبقى في ناس ناجحة حققت حاجات وفي ناس متكاسلة. هي كده كده الوقت هيجري والايام هتعدي وهتلاقي نفسك. انا عارف ان انا مكاني احسن من كده، انا عارفة ان انت مكانك برضو احسن من كده،
لان انا مؤمنه ان كل واحد عنده حلم نفسه يحققه، بس ساعات بتبقى ظروف، ساعات بتبقى اولويات، انت مش حاطط حلمك اولويه. فانا متاكده ان انت عايز فعلا تبقى حاجه، زي ما انا متاكده ان انا عايزه ابقى حاجه معينه. هتعب نفسي وهاجي على نفسي عشان احقق اللي انا عايزاه. وانا اتمنى ان كل واحد فيكم بيسمعني دلوقتي يتعب نفسه ويجي على نفسه شويه عشان يعمل الحاجه اللي هو بجد نفسه يعملها، ويتعلم الحاجه اللي هو بجد نفسه يتعلمها. متفائل جدا مع بدايه السنه ومع نهايه السنه. انا ألفة تيتي، انا ما عرفتش نفسي لحد دلوقتي، بدرب سكوتر للبنات. لو حد برضو حابب ان هو يتعلم سواقه السكوتر يتواصل معايا. وبتمنى لكم كل خير في حياتكم، وبتمنى لكم ان انتوا تبداوا بجد من اللحظه اللي انتوا بتشوفوا فيها الفيديو دي، تبداوا فعلا تيجوا على نفسكم وتبداوا علشان تقدروا توصلوا اللي انتوا بتحلموا بيه. وصدقوني صدقوني هتوصلوا لو انتوا فعلا تعبتوا وصادقين وجادين جدا في اللي انتوا بتعملوه. مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه بعيده خالص عن ربنا اولا، ومفيش حاجه في الدنيا ممكن تبقى بعيده عنك. تقدر تتعلم وتعمل اي حاجه انت عايز تعملها لو حطيت في دماغك بجد تقدر توصل للي انت عايزه، مع توفيق من ربنا اول حاجه، مع نيه صادقه يسبقها عمل. شكرا جدا يا جماعه، واشوفكم الفيديو الجاي، وكل سنه وانتم طيبين. هابي نيو يير.